بعد الفيديو ده مش هتشتري ابدا الكبده تاني من بره. خصوصا عاملاها لك بطريقه بجد تحفه، هتعجبك جدا. سمي بالله وصلى على الرسول. وهاتي كده قرن فلفل حامي على بارد، حطيه في الكيسه بتاعتنا، وقرن فلفل احمر وقرن فلفل اصفر، واللي موجود عندك. يعني لو ما فيش احمر واصفر خلاص خليكي في الاخضر. وراس توم ومعلقه كبيره من الكمون ومعلقه من الملح وكمان معلقه من الكزبره الناشفه. وهنبتدي ان احنا نجرشهم كده جرش ناعم، يعني مش خشن ولا ناعم خالص كده. عارفين انتوا عايزينه وسط كده، حاجه وسط. كمان هسيب لك تطبيق حلو قوي تحت في الكومنتات، بجيب كل الافكار دي من عليه. حمليه عندك هينفعك، خصوصا ان هو بدون انترنت. هسيبهولك في التعليقات. هنا الكبده بتاعتي انا ما غسلتهاش، خدت نص الخلطه اللي انا عملتها حطيتها على الكبده، وحطيت معلقتين كبار من الخل وعصير 4 ليمونات. وكل ما تكتري الليمون في الكبده بيديها طعم حلو قوي. وحطيت كمان معلقه من هريسه الشطه او الهريسه البارده زي ما انت عايزه. وقلبتها كده وسبتها حوالي نص ساعه. بعد كده جبت بقى حوالي ربع كوبايه من الزيت، ولازم الزيت عندنا يكون سخن جدا. وننزل بالكبده زي ما انتوا شايفين كده. واول ما بننزل الكبده يا دوبك بس بنظبطها وما بنقلبهاش، وبنسيبها لحد ما تشد كده من تحت. واول ما بتشد من تحت ولونها بيبتدي يغير، ببتدي على طول ان انا اقلبها على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده كمان اديتها رشة صغيرة من الخل تاني، لانه الخل حلو في الكبدة. حطيت كمان بقى قرن فلفل احمر وقرن فلفل اصفر، وزي ما قلت لك اللي موجودة عندك، وبقية الدقة اللي عملناها مع بعض في الكيس نزلت بيها بقى. وبعد كده اخر حاجة بقى ضفتها ليها عصير ليمونة، وخليها اخر حاجة واطفي، لانه بجد بياخدها في حتة تانية خالص. وبس كده عملنا شوية سلطة طحينة، وعملنا احلى سندوتشات كبدة ممكن تاكليها وتاكليها لاولادك. ما تنسيش تعملي لايك وشير وتقولي لي بتعمليها ازاي.